طيب ندخل على التقييمات واللي هيكون فيها برضو بعض الكلام على اللعيبة بشكل عام. محمد صبحي لم يختبر 4/10. عمر جابر، كابتن عمر جابر كابتن نادي الزمالك فاقد أساسيات كرة القدم وهو هيعتزل 2/10 وأنا كرمه كمان في 1. محمود بنتايك سيء من أول الموسم، لو جيت وشفت له كام ماتش لعبهم بشكل كويس مش هتلاقي غير ماتش أو 2، فمحمود بنتايك 2/10. حسام عبد المجيد كان برضه مش أفضل حاجة، 3/10. محمد إسماعيل كورته كويسة تمام، ما عنديش مشاكل، بس في حاجات يا جدعان أنا ما بفهمهاش. في حاجات ما بفهمهاش. البلانتي، المدافع ولا المهاجم قصدي، الكرة من على منطقة الجزاء من بره، ليه لازمتها الالتحام؟ وليه لازم تاخد الكوره؟ انت طالما مش ضامن انك تاخد الكوره، وخصوصا في منطقه الجزاء، او حتى كانت من بره المنطقه، كانت من على حدود المنطقه، برضه مش لازم تمد رجليك، مش لازم، عادي يعني ابعده عن المنطقه، خليه بصيها لاي لاعب تاني، مش لازم، خصوصا ان الكوره كانت ميته وانت احيتها. زي برضه كوره مع اسامه فيصل، كانت كوره في الشوط الثاني على الخط، برضو انت مصمم ان انت تروح وتاخد الكرة، وهو الراجل اسرع وراجل قوي بدنيا، وانت مصمم تروح تاخد الكرة. هو عامل ايه؟ هو زق الكرة وبالكتف، انت حاولت تدخل معاه كتف قانوني، انت اللي وقعت، لولا ان محمد صبحي طلع وانقذ الموقف، فياخد 4/10. نبيل عماد دونجا 5/10. عبد الله السعيد شطب. عبد الله السعيد مهما كان مع عبد الله السعيد خلاص، ما ينفعش يلعب اساسي. ماشي، ممكن يديك من 10 ماتشات ماتشين كويسين، ولكن الباقي هيكون الراجل بدنيا واقع. فعبد الله السعيد 1/10. ناصر ماهر رجل المباراة ونجم، واللاعب المهاري، اللاعب اللي بيستلم بدوران، اللاعب المختلف عن زمايله. قلت لكم قبل كده في كذا فيديو، قلت لك ان ما عندناش غير 2، اخوان الفينا وناصر ماهر، الاثنين هما اللي بيعرفوا يعدوا. لو تلاحظ الشوط الاولاني كانت الخطوره لما بتكون في رجل الكوره، وهي في رجل اخوان الفينا وفي رجل ناصر ماهر، بتلاقي كذا كوره ناصر ماهر استلام بدوران، يعني الهدف كوره استلام بدوران، احيا الكوره، يعني احياها راجل المرمى في ظهره، ومع ذلك لف وراح وبصى ليه اخوان الفينا، اللي هتكلم على الفينش بتاعه لما ادي له التقييم، وجت هدف. في كرة برضو في نهاية الشوط الأولاني، الكرة اللي لف استلمها برجله الشمال مع لففان، يعني مع دوران، حلوة اللففان دي.